طبعا شفنا ابو زياد لما كان بيطلع كده في الفيديوهات، وكان بيقول عيلة جابر عيلة متفككة وكل واحد واخد جنب. والنهاردة اثبت لنا فعلا ان كلامه صح في كل كلمة هو كان بيقولها. وبالدليل شفنا حمدي وهو كان بيلقح على اخوه محمد وبيلقح على مرات اخوه اللي هي آلاء، وكان طول الوقت كده في الفيديوهات الأخيرة كان بيلقح عليهم بالكلام، وكان بيكتب منتدى كده طويل وعريض، وكان بيلقح عليها اللي هي مرات أخوه مش حامل، وده أخوه محمد هو اللي عامل كده علشان خاطر الترند. وكان بيقول اللي هي عن ايه، عامله نفسها اللي هي حامل وكده، ويعني البطن اللي احنا كنا بنشوفها بتاعت آلاء دي مش حمل، دي مخدة اللي هي حطاها علشان تبين لنا اللي هي حامل. انا عايزة اسألك بس سؤال يا حمدي، هو اخوك محتاج ترند او محتاج مشاهدات علشان يخلي مراته ونفسية مراته اللي هي تعمل تحط مخدة عشان تثبت لنا انها هي حامل؟ طبعا الكلام ده مش صحيح، وكلنا عارفين محمد قد ايه انسان جدع وانسان مخلص وانسان صادق، وبين لنا قد ايه اللي هو بيحب مراته جدا جدا. وقف جنبها لما كانت تعبانه بعد الولاده، وكلنا شفنا الفيديوهات بتاعتها. فهو مش محتاج ان هو يعمل كده ويثبت للناس ان مراته يعني حامل، ويبقى كل ده شو ومراته ما تبقاش حامل. وطبعا شفنا الفيديو النهارده لما كان طالع وكان بيكلم، كان مسجل المكالمة بتاعت هو وولده، ومش مسجلة عشان ما تفهمنيش غلط. هو كان بيقول انا جايب التليفون ده بيسجل كل كلمة انا بقولها، بما اننا احنا يوتيوبر فعلشان كده ممكن يكون في مشاكل من بعض القنوات، فالكلام كله بيسجل عشان ممكن نتعرض لأي مشاكل، فيبقى معانا الدليل في التليفون. يعني أي مكالمة هو بيكلمها فالتليفون اللي معاه بيسجل أوتوماتيك. فقال كده بالنص لما كان بيتكلم، وشفنا المكالمة هو وباباه الحاج جابر، وكان بيكلمه على أخوه، وكان بيقول أنا وقفت جنبه وقال انا بحبه، وهو اللي بعد عني، وهو اللي عمل لي بلوك، وهو اللي بعد، وانا وقفت جنبه وكنت دافع فلوس مش عارفه عشان ايه، وكنت بستناه في المطار، وكنت بروح اوديه في المطار، وكنت بستناه وما يجي بالمطار. وقال له انا مش وحش، انتوا اللي بعدتوا عني، انا ما اعرفش ليه. وكمان علشان يثبت لنا اكتر ان حمدي كذاب ومحمد وآلاء صادقين، لما جه الحاج جابر وكان بيقول له كده في مكالمة التليفون لما كان مسجلة، وكان بيقول له انا بقول لوالدتك لما آلاء تولد ان شاء الله هتروح لها لما تقوم بالسلام. يعني ده يثبت فعلا ان كلام حمدي مش صادق لما كان بيقول آلاء مش حامل، لان ابوه هو وامه وكلهم عارفين ان آلاء فعلا حامل، وما بتعملش كده علشان ترند. وكمان في حاجة كمان تثبت، يعني احنا شفنا آلاء لما ولدت الولادة الاولى وتعبت بعديها في العصب السابع، ولما ما كانتش عارفه تحرك بقها، ولما دخلت في مشاكل والحمد لله ربنا شفاها وعافاها. ومحمد وقف جنبها كتير جوزها، وده ليه كل الاحترام والتقدير والشكر طبعا. ف يعني الحمد لله ان مراته بقت كويسة وبقت احسن من الاول. فهو إيه اللي يفكر اللي هو يعمل ترند اللي مراته حامل؟ فده طبعا يعني انا ما توقعش ان محمد يعمل كده هو ولا زوجته. وطبعا الايام هتثبت لنا كده. فمع الخلاصة بكلامي اللي انا بقوله، ما ينفعش يا حمدي اللي انت حتى لو كنت عارف وواثق 1,000,000% ان اخوك غلطان، ما كانش ينفع انك تطلع كده على الملأ وملايين الملايين الملايين يشوفوك
وانت بتتكلم وبتفضح اخوك. ولو كلامك، انا بقول لو كلامك صدق، ما كانش ينفع اللي انت تطلع ولا تهين اخوك ولا تفضح اخوك ولا تتكلم على اخوك بالاسلوب ده، ولا تتكلم على مرات اخوك بالكلام اللي انت بتقوله ده. كان على الاقل ممكن كنت يعني ترن عليه مكالمة وتقوله لا انت ماشي كده طريق وحش وما ينفعش اللي انت بتعمله، ومش كل ده علشان المشاهدات ومش كل ده علشان الترند. كنت حتى على الاقل كنت تنصحه. لكن تطلع على الملأ كده وتتكلم على اخوك وتتكلم على مرات اخوك وتطلع كده منشور طويل كده على المنتدى وتتكلم على اخوك ان هو كذاب ومراته مش حامل، لا فما كانش ينفع طبعا. انت نزلت من نظر مشاهدين كتير او كانوا بيحبوك. ما ينفعش اللي انت كنت تقول كده على الملأ على اخوك ومرات اخوك. هو ده موضوعنا يا جماعة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ولو لو عجبكم كلامي، ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش تكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة علشان انا بحب اقراها. وبحبكم جدا يا احلى مشاهدين واجمل متابعين في الدنيا بحالها.